الآن ننتقل بكم إلى مدريد وينضم إلينا من هناك حسن سالم. حسن، مرحبا بك معنا. كيف استقبل الإعلام الإسباني خبر استبعاد كيليان مبابي من قائمة باريس سان جيرمان المسافرة إلى جولته التحضيرية في اليابان؟ نعم، نابت تحية طيبة. بطبيعة الحال الإعلام الإسباني وحتى ربما الإدارة وحتى أنصار الفريق اعتبروا أن هذه تعد خطوة في صالح الميرينجي، على اعتبار أن اللاعب لم يسافر مع فريقه، وهي خطوة في اعتبار الصحافة الإسبانية التي تحدثت يوم أمس والتي تحدثت أيضا اليوم على أن ذلك ربما خطوة في صالح الفريق، ولكن لا يجب على ريال مدريد أن يتناسب، بل عليه أن يفكر في مستقبله وأيضا أن يضع مبابي في خططه آنيا أو ربما مستقبليا. ما هو واضح هو أن الإعلام يهلل، الإعلام الإسباني هنا يتمنى وصول مبابي، خاصة لما نعرفه من هالة إعلامية ستعود بالشكل الإيجابي بالنسبة ليس فقط لريال مدريد وهو كذلك، ولكن أيضا للليغا التي خسرت العديد من النجوم في السنوات الأخيرة. في حال ما وصل مبابي سيزيد الليغا رونقا، سيزيدها بريقا وربما أكثر اهتمام من الجهات الأخرى. ما هو واضح هو أن الإعلام يستعد ويحضر أن تتم هذه الصفقة التي ليست حاضرة إلى حد الآن، ولكن ما هو واضح هو أن نادي ريال مدريد مثل كما قلت الصحافة الإسبانية واقفة وقفة مترقب منتظر. لا توجد خطوة إلى الأمام ولا خطوة إلى الوراء. ما هو واضح أيضا هو أن فلورنتينو بيريز يكون قد تعلم الدرس أو الدروس حتى من مبابي في المناسبة الماضية. كان هناك احتمال أن يصل الموسم المنصرم وحتى قبله إلى ريال مدريد، ولكن لم يحدث ذلك. ما هو تتحدث عنه بعض وسائل الإعلام وليست كلها هو أن تكون هناك ربما اتفاق أكثر من رسمي بين النادي المدريدي وعائلة اللاعب، على اعتبار أن كانت هناك سؤال للرئيس فلورنتينو في الأيام القليلة. سأله أحد الأشخاص في أحد الشوارع وهو خارج من أحد المطاعم، فقال له: متى يأتي مبابي؟ فرد أنه هو في الطريق. فربما هذا جعل الكثير من المراقبين والإعلاميين يؤولون ذلك ويعتبرون أن ثمة صفقة بين ريال مدريد وإن لم يكن مع مبابي لوصول اللاعب في 2024 ربما قبل نهاية السوق الصيفية. حسن، كل ذلك وأؤكد على كلمة الترقب. حسن سالم من مدريد، شكرا جزيلا لك. أتحدث إليك الكابتن منير آية صالح، مرحبا بك معنا. السؤال هو: ماذا يمكن أن نقرأ ما بين سطور هذا القرار؟ هو أول شيء مسلسل بي اس جي ومبابي هو مسلسل يعني مثير ومسلسل يعني طويل وعريض، وهذا جزء ثاني بتاعه، لأن الجزء الأول ابتدأ سنة 2017 لما كانت تنافس على مبابي ما بين ريال مدريد وبي اس جي، وكانت الكفة تميل لريال مدريد، إلا أن الأمطار الأخيرة حسمها باريس سان جيرمان في 2022. يعني قرار مثير آخر، لأن الكل كان ينتظر أن مبابي حيروح ريال مدريد في صفقة حرة، لكن وقع العكس. جدد مبابي مرة أخرى مع بيج. يعني دائما ما مبابي يعني يخرج بقرارات مثيرة ويعني ومفاجئة. في 2023 القرار المفاجئ وهو الرسالة الإيميل اللي رسلوا لإدارة باريس سان جيرمان، اللي كيتكلم فيه عن أنه لن يجدد
العقد، وانه حيروح يعني في 2024 في صفقه حره يعني. فهذا دائما ما نشوفه في هذا المسلسل مبابي بي اس جي، هناك مسائل مثيره، ولكن القرار الاخير بتاع باريس سان جيرمان اللي هو بالنسبه لي قرار مؤسساتي، لانه ولا واحد اكبر من النادي ولا واحد اكبر من باريس سان جيرمان. فالقرار بالنسبه لي كمؤسسه كان صائب، ولكن رياضيا نتساءل الكل اين سيكون مصير وكيف سيكون مصير تاع مبابي وتاع باريس سان جيرمان، لان الخاسر الاكبر هي كره القدم الفرنسيه، لان هناك مواعيد في المنتخبات، هناك حتى استحقاقات بالنسبه لباريس سان جيرمان. يعني كنظن ان بالنسبه لي مبابي يلزم ينهي هذا المسلسل مع اداره باريس سان جيرمان، ولو ان هناك طرف ثالث اللي كنتكلموا عليه هو ريال مدريد، لان لو دخل ريال مدريد ممكن انه يخفف شويه من وطأة تاع هذا الصراع وهذا الشد الحبل ما بين مبابي واداره باريس سان جيرمان. الان السيد لويس إنريكي مدرب النادي مطالب بالعمل بدون كيليان مبابي، بالنسبه للمدرب كيف سيتعامل مع هذه الوضعيه؟ واظن ان هو في الاول كان بالنسبه لي مبابي كان خارج يعني مشروع تاع لويس إنريكي، لان لويس إنريكي في الاول عرف بان كاين في مشاكل مع مبابي. يعني بالنسبه لي كمدرب لن ابني يعني مشروعي الرياضي على لاعب ممكن يكون في الدكه، لانه لو ما جددش العقد ممكن يكون في الدكه، وهذه اشياء بالنسبه لي مش يعني رياضيه، لان لما تشوف لاعب بحجم مبابي، لاعب اللي يعني كنشوفوه حنايا هو النجم تاع نجم عالمي، ماشي نجم غير فرنسي ولكن نجم عالمي، لان لما تكلمنا على رونالدو والخفوت بتاعه وميسي يعني والخفوت بتاعه، فقله وندره النجوم خلتنا ان نتشبتوا كلنا كمحبين كنقاد في مبابي، وكان يعني عايزين اننا يعني بالنسبه لمبابي يكون عنده مستقبل زاهر. فالمشاكل هذه ممكن انها تاثر على المسيره بتاع مبابي، لانه بالنسبه لي لو مبابي بقى يعني بالقرار بتاعه فحيكون مشكل كبير ان مبابي يبقى في دكه الاحتياط. فهذا تساؤل عريض وتساؤل اللي لزمنا احنا كنقاد نطرحوه ونحاولوا اننا نتوخوا خير يعني في اداره باريس سان جيرمان، انها تلقى الحل وسط على اساس انه تشوف الجانب المالي مش مشكل، ولكن تشوف حتى الجانب الرياضي لانه مهم. بكل تأكيد الجانب الرياضي مهم والعمل عليه بشكل كبير، خصوصا مع إنريكي الآن مطالب على وجود البدائل وخلق البدائل في هذه الرحلة لليابان. اوكي هناك بدائل، لان لما كنتكلموا على مشروع رياضي فاي مدرب دخل الى نادي فهو عنده مشروع وعنده اسماء. فبالنسبه لي انا البديل المناسب بالنسبه حاليا لباريس سان جيرمان هو فلاوفيتش، لان بالنسبه لي مهاجم اللي عنده كاريزما، مهاجم اللي يعني ممكن انه يغطي مكان تاع مبابي. فبالنسبه لي ان ولو ان كان حديث على اوسيمان وعلى هاري كين، ولكن الاولويه كاينه الحين لفلاوفيتش.